الله ويا أهلا وسهلا وتحية للكل من شاهد الفيديو. إخواني، الكثير منكم قد يكون أول مرة يشوفني، وقد احتمال ما يعجبه شكلي أو صوتي يسبب له توتر، أو احتمال ما تعجبه لهجتي. فأنا هون ماني طالع أقدم لك لا رقص ولا غناء ولا شيء. أنا بالنسبة لي عندي فكرة بدي أوصلها. والشغلة الثانية، الحكي اللي راح تسمعوه عندي واللي راح أحكيه بالفيديو، كثيرين من القنوات، من الإعلاميين ومن المشاهير ما حدا يستجري يحكي. ليش يا ترى؟ لأنه أنا ما حدا له سلطة علي، ما أشتغل عند حدا، يعني ما حدا يمون علي ولا بمون على حدا. فالحكي اللي راح تسمعه هون على الأغلب ما راح تسمعه برا. وعندي عدة نقاط بدي أبحثها معكم. أول نقطة، سمعنا خبر تحويل مسجد أهل السنة في سامراء في العراق إلى حسينية من قبل ميليشيات طائفية. هذا الخبر إذا مر مرور الكرام فعلى الدنيا السلام. النقطة الأهم اللي بدي أحكيها معاكم إخواني، هي لازم تركزوا عليها جدا. هاي النقطة هي موضوع أنه تسمية سني وشيعي وسني وعلوي وسني ودرزي. فأخواني بدنا نخلص من هالموضوع. أول موضوع تسمية أنه تقول أنا سني وتحسب حالك مثلك مثل باقي الطوائف. لا، أنت الأساس وأنت الكل بالكل، وأنت المفروض تحكم. كرم وطيب منا خلينا واحد علوي يحكمنا 50 سنة، وآخر شي شوفوا ايش سوى ابنه. اليوم ليش تم استخدام هذا الموضوع من قبل حافظ الأسد؟ وقت راح جاب موسى الصدر وخلاه يدخل العلوية يلزقهم بالإسلام تلزيق. بعد ما تم هذا الموضوع سوى حاله مسلم حافظ الأسد، طلع تصور صورة وهو عم يصلي، ويمكن من بعدها ما صلى. فهالموضوع تم استخدامه وقت أنت تقول أنا سني وهو علوي وهذا شيعي، فأنت تم تجريدك من صفة مسلم، صرت محسوب مثلك مثلهم، صرت كأنه أنت أحد الطوائف الأقليات. إنه إيش يعني أنت سني مثلك مثل الشيعي مثلك مثل العلوي؟ لا، هون غلط. أنت مسلم، أنت الأساس بهاي الأمة، يعني أنت الجذع، وأنت المركز، وأنت أنت البذرة تبع هاي الأمة. فتجي تقول لي إنه لا ما شيعة وعلوية ولا لا لا خيولي بده الدين واضح. يعني هاي الشغلة، الموضوع موضوع دين، مو بكيفي ولا بكيفك ولا بكيف حدا ثاني. اليوم انت كمسلم ايش اللي مانعك؟ يعني اليوم انت كشخص مسلم ايش اللي مخليك تروح وتصير تقول انا مسلم سني؟ لا خلص، خليك مسلم مسلم، واللي عجبه عجبه، اللي ما عجبه ينطح راسه بأكبر حائط. اليوم انت تروح يعني تعطي مجال لغيرك يجي يحشرك بالزاوية، يقول لك انت سني، تعال اثبت لي وطنيتك، انت سني، انت داعشي، وانت من هالامور. لا اخي، رجع المياه لمجاريها، رجع كل شيء لاساسه، سوي اعادة ضبط المصنع. يعني هذا الموضوع لازم ننتهي منه. يعني موضوع تسمية انه نحن السنة ونحن لا، نحن مسلمين، انتهى الموضوع. عجبه ما عجبه يضرب راسه بالحائط. يعني ليش يجي اللي يريد يسوي دين جديد يصطفل إن شاء الله، يروح يعبد السلحفاة، يروح يعبد العجل، ما لنا شغل. بالنهاية نحن لا نقدر ندخل حدا على الإسلام ولا نقدر نخرج حدا من الإسلام. الإسلام واضح. بس تجي اليوم تلزق، تسوي دين لحالك وتجي تلزقه بالإسلام لزق، بالنهاية تجي مشان تحشر المسلمين بالزاوية تقول لهم أنتم سنة وأنتم إرهابيين. فهالموضوع ما يمشي، لازم ننتهي منه يعني. ف طبعا صعب انه نخلص من الموضوع بيوم وليلة، لانه من 40 50 سنة نازلين فينا بالاعلام عم يزرعوا براسنا انت سني وانت سني وانت سني وانت سني، وهذا علوي وهذا انت سني وانت هذا شيعي وانت سني. فالموضوع صعب صار يعني. بس لازم نحاول يعني. بس انت وصلت لعند كلمة مسلم، هون لازم تكبس فريمات. اللي يعرف منكم فات بامتحان الاسواق العملي بإحدى الاختبارات على شهادة القيادة،
في شيء اسمه فريم مفاجئ. تكون ماشي والمدرب تبع مدرب مدرسة السواقة يقول لك ادعس فريم، تدعس فريم أقوى ما عندك. هو هذا الفريم اللي عم بحكي عليه. بس وصلت إنه أنا مسلم هون اكبس فريم، لا تغمق. أنت من مسلم سني مسلم شيعي راح تفوت حالك، راح تفوت حالك بمتاهات وعم يسحبونك على ملعبهم. فخلص أنت خليك مسلم، وهو اللي يحب يدخل بالإسلام أهلا وسهلا. هي مو ما صعبة، ينطق الشهادة وخالصين. واللي يريد يرتد فسوف يرتد على عاقبيه. فهاي النقطة أتمنى ننتهي منها، موضوع المقارنة بين السنة والشيعة. و... وثاني رسالة بدي أوجهها هي للشخصية اللي تسببت في انتكاس الثورة وتسببت كل هذه المصائب اللي عم تقع على رؤوسنا. هي شخصية السني المحايد. هذا السني المحايد طبعا هو لا تعرفه، هو شبيح ولا هو مع النظام، ولا يجي يقول لك أنا يعني نشوفهم موجودين على التعليقات كثير هذول منهم. يعني أول شيء الموضوع طلع من موضوع، خاصة بسوريا الموضوع خرج عن إنه المشكلة بين تأييد وبين معارضة وبين جيش حر ونظام. لا، الموضوع أكبر من هيك صار. موضوع إنه إيران جاية تستولي على أرضك. فهمت وين النقطة؟ الموضوع ما صفى جيش حر ونظام وبشار ولا عرعور ولا غيره. لا، موضوع إنه البلد عم تروح من بين إيدينا. بلدك عم يضيع من بين إيديك، وأنت داخل في مهاترات على أنت مؤيد وأنا معارض، وبشار منيح ولا بشار مو منيح. هو بشار باعها ومشي الحال أصلا. يعني منيح ولا مو منيح، ايش استفدنا إذا كانت يعني يعني بكرة ترجع على بلدك بعد 15 سنة، بعد 20 سنة، تشوف حارتك ميليشيات شيعية عم يلطمون على حالهم، وتسمع الجامع اللي بحارتك صار حسينية وصار طول اليوم عم يلعن أبو بكر وعمر. فهالشي يرضيك يعني؟ هاي طبعا إذا خلوك تدخل على حارتك، وإذا رجعت وشفت بيتك طبعا بالأساس. اليوم عم يصير التغلغل الشيعي له أول ما له آخر بسوريا. يعني إذا ضلينا ساكتين على هالموضوع من هون 10 سنين، تكون سوريا صارت دولة شيعية. يعني صار لازم نصحى على هالنقطة أخواني. بلد عم تروح من بين إيدينا، وإمكانيات عندنا. اللي يقول طيب والحل؟ الحل موجود عندنا، إمكانيات موجود عندنا، شباب موجود، مقاتلين. من أول الثورة عم نصيح بس بدنا مضاد طيران، مضاد طيران، ولا حدا رد علينا، وما حدا دعم الجيش الحر، لا ودعموا النظام كمان فوقها. و... والنقطة الثانية اللي بدي أحكي عليها، هذا شخصية السني المهزوم، السني المحايد، هاي لازم نخلص منها. الجماعة الله يفرجها أحسن شي. يعني شلون بدك الله يفرجها أحسن شي؟ وقت يطرح هيك موضوع فورا يتهرب يقول لك والله كلياتهم أسوأ من بعضهم. إيه، إيش يعني كلياتهم أسوأ من بعضهم؟ لا، والمقارنة هاي بالأساس مو ظابطة. يعني أنت وقت تيجي تقارن نظام صار له متمركز بالحكم 50 سنة، ومستولي على الحكم، وحكم مركزي، تجي تقارنه بفصائل مسلحة متشرذمة، يعني وكل فصيل له قائد. هالمقارنة بالأساس مو ظابطة. وقت تجي تقارن يعني أصلا الجيش الحر أيمتى استلم؟ يعني ما استلم بالأساس، ما استلم الحكم لحد هاللحظة. يعني مو ظابطة هالمقارنة. مشان الله اتركوا لنا يعني تقول كله ايش الجيش الحر أسوأ من النظام وحرامية؟ لا. ليش الجيش الحر ايش يعني لحق يستلم السلطة؟ ليش؟ يمكن بعض مناطق ما ظلت تحت ايد الجيش الحر سنة أو سنتين فقط. انت ايش شفت لسه من هاي يعني إرهاصات مجبورة، يعني لابد من انه تعدي. يعني يطلع جيش حر وتطلع ناس متشددة وتطلع ناس، فتجي تقارن تجربة الجيش الحر بتجربة النظام، هذا الشيء مو ظابط. يعني هاي المقارنة بالأساس لا، مو منطقية. وثاني شيء مثل ما خبرتكم، موضوع ما عاد موضوع جيش حر ونظام. عندنا البلد هاي، بلدنا سوريا تم بيعها.
في سبيل انه بشار الاسد يبقى على الحكم، وتم استيراد تم تهجير الشعب الاصلي، وحاليا يتم استيراد شعب مهجن من بين شعب مهجن ما بين فاطميون وزينبيون وحشديون فاخواني الرسالة يعني لكل العرب، لكل المسلمين، يعني اليوم إذا ما وقفتوا وراء الخندق السوري الدور جاي عليكم. اليوم إذا سقط الخندق السوري تمكنت إيران وروسيا وبشار من تهجير الشعب السوري، فالدور جاي على الجميع، وأولهم دول الخليج. فالنقطة الثانية أخواني اللي بدي أكلمكم فيها هي عن الإمكانيات الموجودة. الشعب السوري ناقصه بس منظومة دفاع جوي، والشباب فيه كثير شباب. عندك يعني بس بتركيا أضمن لك إنه في 1,000,000 شاب حاليا مستعدين يحملون سلاح، مستعدين يدافعون عن بلدهم، مستعدين يحاربون. ولا تفكر إنه اللي قاعد برا البلد مبسوط، لا، وخاصة يعني اللي بتركيا أحكي لك على الحدود الشمالية لسوريا يوجد على الأقل 1,000,000 شاب يستطيعون حمل السلاح، ويريدون حمل السلاح والذهاب إلى سوريا والقتال فيها، ولكن ما في جسد عسكري يستوعب هاي الأعداد، يستوعبهم سياسيا، يستوعبهم عسكريا. وما في تحرك دولي، ضوء أخضر دولي لإسقاط بشار الأسد ما في. اليوم لا، بدنا السوريين نحن بدنا نتحرك، بدنا نقطة البداية تكون من عندنا. مو يقول المثل إني لا أرى ضوءا آخر النفق. نحن حتى نفق ما عندنا نحفره بإيدينا. يعني اليوم إذا بدك تستنى تجي يعني مثل هذول يقول لك اللي بيقول الله يفرج أحسن شيء والله يطفيها بنوره، يعني هذا تواكل، هذا اسمه تواكل. إذا أنت بدك تتواكل على الله إنه الله يفرجها أحسن شيء، شلون الله يفرجها أحسن شيء؟ أنت بدك رب العالمين يرسل ملائكة تحارب من بدالك؟ يعني هل أنت أعز على الله من رسول محمد عليه الصلاة والسلام؟ صلوا على الحبيب يا شباب. يعني رسول ظل 23 عام في الرسالة، 13 عام منها قضاها في الدعوة في مكة، منها الدعوة السرية الدعوة في المجاهرة، وقضى منها 10 سنين في الجهاد في المدينة. فأنت اليوم كونك شخص نزحت من سوريا وهربت إلى دولة ثانية أو دولة مجاورة، يعني لا تستصغر من حالك كثير، يعني أو تجلد حالك كثير. فبالنهاية حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نزح من مكة، فيك تقول نزح أو ذهب لاجئ إلى المدينة وعاد إليها فاتحا منتصرا. وبإذن الله نحن كذلك الأمر، نريد أن نعود فاتحين منتصرين إلى سوريا، بس بدون تواكل على الله. اليوم إذا كل شيء على الله والله يفرجها بنوره، شلون الله يفرجها بنوره؟ ما راح تزبط. يعني بدك تجاهد، بدك تبذل، بدك تقدم لو بكلمة. اليوم النظام أكثر شيء يأذي الكلمة الحرة. اليوم وقت تطلع تنتقد النظام وتجلد وتجرده أمام العالم، أمام السوريين طبعا أهم شيء، لأنه لسه في كثير من السوريين مخدوعين بالنظام، مو عرفانين اللعبة، ولسه لسه يقول لك كله أخرى من بعضه، وكله يقول لك الجيش الحر حرامية أصلا. أخي إيش الجيش الحر حق يحكم سنة؟ ليش؟ شو لا تقارن لي إياه بنظام صار له نص قرن. فمعركتنا بشكلها الأكبر هي معركة وعي. يعني اليوم أنه تكون سوري فقط لا يكفي، وأنه تكون مسلم فقط لا يكفي، بدك تكون واعي. بدون وعي أنت قد يتم استخدامك من جهات خارجية يعني اليوم نحن لو بسوريا لو الوعي موجود، هذا أصلا ما كان صار اللي صار. لا، واللي يزعج أكثر أنه الجيل السابق اللي أعمارهم يعني تقدر تقول جيل أبوي وأبوك وجدي وجدك، إنه سمحوا لحافظ الأسد يبقى على السلطة
هاي أول خطأ كبير لأنه كان السماح بحافظ الأسد بالبقاء على كرسي السلطة هو خيانة للأجيال القادمة. واليوم نحن إذا سمحنا لبشار الأسد يظل بكرسي الحكم فهذه خيانة للأجيال القادمة كمان، خيانة لأولادنا وخيانة لأحفادنا إذا تركنا بشار الأسد قاعد على السلطة. فبالبداية أول حركة بدنا نسويها هي مع أول معركة راح نخوضها معركة وعي، فبدون وعي ما راح ننتصر. والنقطة الثانية إخواني خبرتكم عليها، نحن ما حدا له مصلحة يساعد الشعب السوري، ومن الدول المجاورة ما حدا له مصلحة إنه بشار يسقط عن الحكم أو بشار يزول عن الحكم. ما حدا له مصلحة، حتى تركيا وحتى أقرب الدول مصلحتها في أن يبقى هذا النظام فقط. لماذا؟ لأن النظام هذا بالنسبة له مصالح العالم أهم من مصالح العالم أولى من مصالح السوريين. يجي يمشي مصلحة الإيراني، مصلحة الروسي والأمريكي والإسرائيلي، من بعدين يمشي مصلحته ومصلحة المقربين منه، وآخر شيء يجي الشعب. يعني بالنسبة للنظام، بالنسبة لبشار، أنت كمواطن سوري أنت مانك رقم واحد، أنت رقم يمكن حسب يعني الأولويات. بالنسبة له أنت رقم 23 يمكن 24. يعني عنده أول شيء رضا إسرائيل، رضا أمريكا، رضا روسيا، رضا إسرائيل، رضا إيران، رضا، يعني المهم آخر شيء بيهمه الشعب، لأنه هو شاف إنه هالشي ماشي. يعني هو بما أن الدول رضيانة عليه، ليش بدي بالشعب؟ يقول لك الشعب يروح يقتل إن شاء الله يطفش، هتجيب شعب غيره. وهيك بالنسبة له. فلا تفكر إنه بشار الأسد شايفك أكثر من رقم، ما أنه شايفك أكثر من رقم. اليوم يا جماعة قصة إنه نحن السوريين نظام البعث زرع فينا أنانية، وموضوع إنه آه، عندنا نحن السوريين يعني إنه كل واحد فينا يقول أنا ومن بعدي الطوفان، وألف عين تبكي ولا عين أمي، وكل من على دينه الله يعينه، وكل من عقله براسه يعرف خلاصه، وما حدا راح ينام قبر حدا. وهاي المواضيع هاي دمرتنا دمار. وهاي طبعا عم نشوف نتائجها على أرض الواقع. شفناها يعني خلال الثورة، شفنا شلون أحياء حلب الشرقية عم تنقصف كانت بال 2016، بينما الأحياء الغربية كنت تشوف الحفلات وديسكو وناس وأرمن وراس السنة وشجر بابا نويل. طيب على بعد أمتار قليلة تلاقي كهرباء ما في مقطوعة، الناس جثث بالشوارع وكأنك فيلم رعب يعني. وغير مناطق طبعا كمان شفنا الغوطة محاصرة كانت، ودمشق كفر سوسة وما حواليها كانت الديسكو كازينوهات شغالة والهشك بالشك ما وقف يعني. كذلك الأمر بدير الزور، أتذكر يعني أيام كانت أحياء جبيلة والحميدية وجميع الأحياء مدينة دير الزور كانت تقصف وكانت منكوبة، بينما الجورة والقصور تفوت عالم ثاني كمان، الدق والرقص وكل شيء شغال. فهاي حالة الانفصام اللي عندنا نحن الشعب السوري لازم نتخلص منها. أولا من ناحية أحكي لك إياه من ناحية وطنية، ثاني شيء من ناحية دين. يعني وين نحن عن رسول الله وقد قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون الناس بالمعروف وتنهون عن المنكر. في الحديث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وين نحن من هذا الحديث؟ طبعا لا، خلاص السوريين شغالين كل واحد ايده، كل من ايده لاله، وامشي من حيط لحيط قول يا ربي الستر. يعني هاي الثقافة اللي زرعنا فيها النظام لازم نشيلها من راسنا ونكبها بالزبالة. انت اليوم اذا انت موجود بالقامشلي، اذا في شخص بدرعا تعرض لظلم، لازم تقوم،
لازم تتظاهر وتسمع صوتك للكل. ولازم ما تترك هذاك ينظلم، لأنه إذا تركته ينظلم الدور جاي عليك لا محال. شلون شلون حاليا الأمم كلها خذلتنا، شايفين شلون إيران وروسيا عم تتغلغل بسوريا، بكرة الدور جاي عليهم كلياتهم. يعني لا تفكر هذا الشيء اللي صار راح يصير فقط عليك. فاليوم إخواني، إذا بدنا تتصحح أمورنا ونرجع خير أمة أنزلت للناس، لازم نرجع لمبادئنا الأساسية، ونرجع لكتاب الله، لسنة رسوله. بإذن الله وقتها 100% يعني نتيجة مضمونة نكون في مقدمة الأمم. لأنه حاليا لأنه صرنا نحن بالقاع. اليوم وين سوريا بالتصنيفات العالمية، باقتصاد، بتدريس، بصحة، بكل شيء؟ وين صارت سوريا؟ شوف بالقاع. سمعان بالمثل يقول لا، يقول ارتقوا فالقاع ازدحم. القاع نحن صرنا بالقاع تماما، يعني ما ظل يعني أوطى من هيك ما ظل.